قدّر ولطّف يا رجالة. مبروك للنادي الأهلي الفوز على حرس الحدود، ماتش صعب جدًا وإحنا صعّبناه على نفسنا. بس قبل ما أتكلّم يعني كابتن عماد النحاس، أنا مش متخيّل يعني أنت ماتش إنبي لعبت بديانج ومروان عطية، لعبت ب2 6 1 في مركز 8. أنا مش متخيّل. وفي ماتش سيراميكا اللي هو الأصعب لعبت ب2 8 اللي هو بن رمضان وتريزيجيه، والأداء اتعدل وقُلنا الدنيا رجعت. رجعت في ماتش حرس الحدود اللي هو بيلعب على التحولات، اللي هو الفرقة اللي أقل هجوميًا، لعبت تاني بديانج وبمروان عطية. أنت كده بتحرق ديانج وبتدمّره قدّام الجمهور. ديانج ما بيعرفش يلعب مركز 8. ديانج بيستلم الكورة من تحت، يسلّمها للي جنبه على طول. لو لعّبته 8 هيبقى هو لازم يقوم بدور هجومي، بيتضغط عليه وبتتقطع منه. الشوط الأولاني كان في انفراد علينا بسبب غلطة من ديانج، اللي هي بتتكرر كل ماتش، اللي هو في الماتشات السهلة بتتقطع منه. طب أنت هتعمل إيه في الماتشات الصعبة؟ ديانج هو أنسب بديل لمروان عطية، يا تلعب بده يا تلعب بده، أو ينزل تغييرك في الشوط التاني تقفّل بيه الملعب. إنما من أول المباراة وأنت عندك لعيبة مهارية برّه، يعني واحد زي أحمد رضا لمّا نزل قلب الدنيا. آآ ياسر إبراهيم قام بمباراة كبيرة رغم الخطأ الدفاعي اللي جه منه الجون الأولاني، هو كان ياسين مرعي، بس ياسين لسه راجع من إصابة. فأنا ما بالومهوش الصراحة، اللوم كله على محمد هاني اللي هو اللعيب الوحيد اللي بيعمل tackling والكورة معاه. أنا مش متخيّل. وبعدين جراديشار طالع الشوط التاني ماسك الخلفية، وقال لك جات له إصابة في الخلفية، شد في الخلفية، شد بسيط حسب ما بيقولوا. إحنا يا جماعة المفروض نعمل معرض خلفيات، مش خلفيات screen shot ولا موبايل، لا، لا، لأ، خلفيات لعيبة الأهلي، وما نجيبش وش اللعيبة بقى وأنت تخمن البيضة دي بتاعة مين، ها؟ ده محمد شريف، لا، لا، لأ، ده جراديشار. طب والسمرة دي بتاعة مين؟ أكيد بتاعة ديانج. كمية إصابات رهيبة، خلفية، أمامية، ضمّة، خلفية، أمامية، ضمّة، وفيروسات. الفريق بقى متفيرس. فيروس إيه دلوقتي؟ مر إمام عاشور. يا جماعة مش معقول يا جماعة، إيه اللي بيحصل ده؟ إحنا حد عامل لنا عمل والّا إيه؟ محمد طاهر، يا جماعة ما عندوش المهارات اللي تخلّيه في فريق زي الأهلي. هو لعيب مجتهد وكل حاجة، لكن مش هينفع. يعني أنت مش معقول هتضيّع من إيدك أحمد عبد القادر اللي نزل حرفيًا بقى لينا شكل. أحمد عبد القادر وأحمد رضا، الاتنين بيلعبوا كورة، بقى لينا شكل. ما تشيلش أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر لسه صغير، هتسيبه للزمالك هيبقى أسطورة أقسم بالله عندهم. هيبقى أسطورة أقسم بالله عندهم. فكك من ناصر ماهر وأحمد حمدي، كويسين وكل حاجة، إنما ده هيعمل فرق جامد مع الخصم بتاعك، وهيوقعك معنويا، وهيضيع ثقة الجمهور فيك أكتر ما هي الثقة عمالة تتهاوى. كفاية إنك مش عارف تجيب مدرب. وبيقولوا برونو لاج الاهلي بعت له، اللي هو مدرب بنفيكا اللي لسه ماشي وجابوا مكانه مورينيو. الاهلي بعت له عرض، زود العرض ل 3.5 مليون دولار وهو رافض حسب كلام ناس كتير. بيقول لك مدربين بره خايفين لان الاهلي بقى يغير مدربين كتير، لان الاختيار غلط. الاختيار غلط. ولازم الجمهور بقى يفهم ان المدرب مش ياخد 3 4 بطولات ويجي يخسر بطوله نقوم قلبين عليه ونصدر طاقه سلبيه للفريق. مش اي لعيب يغلط. ادينا بص احنا ليه خسرنا احمد عبد القادر؟ عشان كتب تويت قبل كده ومش عارف ايه. ما تعدوا يا جماعه، ما تعدوا يا جماعه. ودخلنا معاه في صراع، ودخل جمهور الزمالك على الخط بداوا يكيس هيز اس عشان يجيبوه. مش معقوله اللي احنا بنعمله في نفسينا. مش معقوله اللي احنا بنعمله في نفسينا. انا قلت طاهر محمد طاهر في الضياع. ياسين مرعي كويس. ياسر ابراهيم لو كل اللعيبه بتلعب برجولته في لحظات، هو مش كده على طول، بس بقاله ماتشين. وزي ما عمل الموسم اللي فات لما شال الكرة من على الخط في ماتش سيراميكا، لا هو لو كل الناس تلعب بالرجولة دي، احنا الفرقة هتروح في حتة تانية. الفرقة هتروح في حتة تانية. تريزيجيه خلاص بدأ يرجع لمستواه، وبدأ الحاجز النفسي يتشال، خصوصا بعد الجون التاني. يختي ضربة الجزاء جه في دماغي ماتش ميامي. طب ما كنت ضيعها في حرس الحدود وجيبها في ميامي يا تريزيجيه. كان زمان كل العك اللي احنا فيه ده، اوضه اللبس واوضه الحمام وغيار الهدوم والكوليتات والكلام اللي احنا عايشين فيه ده مش هنعيش فيه. لو كنا بس وصلنا دور ال 16 كانت الدنيا اختلفت تماما. بدل ما بقى زيزو هو السبب في كل مشاكل الكون دلوقتي، اي حاجه تحصل عشان زيزو. شيكابالا، تفتكر ايه مشكله الاهلي؟ اصل زيزو والفلوس. مش معقوله اللعيبه اللي جابت لك بطولات دي كلها زي قفشه وحسين الشحات ما ياخدوش فلوس، ويجي واحد تاني ما عملش حاجه ياخد كل الفلوس. يا سلام.
ده نفس شيكابالا اللي في مؤتمر صحفي قال لك زيزو يستحق ياخد اللي هو عايزه، ده لعيب كبير وعايزينه يكمل مع الزمالك. لكن طبعا انت هتقول ايه؟ الغرض مرض يا جماعه، الغرض مرض. شوبير مستواه ضايع ليه؟ لان لما كان هو في قمه تالقه كان المفروض يكمل، مش بعد ما حقق اللي هو حققه في بطوله افريقيا اللي قبل اللي فاتت. قعدوا حشاتي 3 سنين. فاكر انت شوبير لما كان متالق ده كان من 3 سنين، فضل قاعد بقى حشاتي ال3 سنين دول للشناوي اللي مستواه متذبذب. فطبعا خسرته، ورغم كده في الدقيقه 70 شال انفراد، لو ما كانش شاله كنا هيروح مننا الماتش. اهم حاجه تستفاد منها من ماتش زي ده ايه قبل ما تلعب الزمالك، اللي هنعمل له فيديو منفصل لوحده. اهم حاجه تستفيدها وتفهمها هي امكانيات اللعيبه اللي معاك. انت محتاج لعيبه كويره في نص الملعب. دفاعك انا عارف ان الكلام ده ما حدش يعني هيستقبله. انت محتاج مدافع كمان كويس، انما انا شايف ان ياسين مرعي وياسر ابراهيم هم احسن 2 مدافعين في مصر. صدقني مين احسن منهم في مصر؟ الونش ضايع. حسام عبد المجيد بالونه، بالونه وهنشربها بالونه. مين تاني؟ محمد اسماعيل يعني كويس. علي جبر. مفيش مدافعين. هو احسن مدافع عندك دلوقتي هو ياسين مرعي وياسر ابراهيم. هو المنتخب بيجيب رامي ربيعه او بيلعب المدافع الجديد اللي يلعب بيه حسام حسن، ده اللي ناسي اسمه، خالد حاجه، اللي ممكن الاهلي ممكن يكون بيدور عليه. محتاج باك شمال، محتاج تدور على باك يمين. مفيش باك يمين عدل في مصر. هو هاني يعني هاني ماتش و10 لا، وانا قلتها كذا مره. ربنا يوفق الاهلي. اعمل لايك وشير وسيب كومنت تحت، وهنشوف بعد ماتش الزمالك هنقول ايه.